تخيل تصحى من النوم، تفتح عينيك، تبص في السقف كده وانت حاسس بشعور غريب، شعور انك عندك مليون حاجة المفروض تعملها بس انت مش قادر تقوم من مكانك. تفتح الموبايل، تقعد تسكرول على انستجرام او تقعد تتفرج على فيديوز وتضحك عليها، وبعدين تلاقي دماغك بتقولك مش انت قلت ان انت النهارده هتبدأ؟ تقوم ترد عليها بصوت واطي جواك، ماشي ماشي، بس بعد ما فوق بعد 5 دقايق كده ولا حاجة. وفجأة تكتشف ان اليوم خلص واللي وراك لسه وراك وانت لسه مكانك. وهي دي بقى المشكلة. اهلا بيك يا صديقي في دوامة التسويف، الدوامة اللي بنعيش فيها كل يوم واحنا عارفين ان هي بتاكل من عمرنا، بس المشكلة ان احنا مش قادرين نخرج منها. النهارده مش هنتكلم كلام تنمية بشرية محفوظ، ولا هنعمل لك محاضرة عن النجاح والتخطيط والانجاز والكلام اللذيذ ده كله. النهارده احنا داخلين جوه قلب المشكلة، هندخل جوه دماغك ونفهم انت ليه بتأجل، ليه بتسيب نفسك في نفس الزنزانة دي وانت اللي معاك المفتاح. خليني احكي لك عن سيف. سيف دكتور اسنان، عنده 28 سنة، شاب ناجح، عنده عيادة، دخله كويس، بس كل يوم بيروح يفتح العيادة ويقعد قدام الكمبيوتر يبص للفايلز ويقفلها، يقول لنفسه لازم ابدا اشتغل على الكورس اللي كنت حاطط خطة ليه من سنتين. بس بدل ما يشتغل يطلب قهوة، يتفرج على حلقة جديدة من مسلسل ملوش اخر، ويقول لنفسه انا تعبت قوي النهارده، انا هبدا من بكره. بكره دي بقالها سنتين. عارف المشكلة فين؟ مش ان سيف فاشل، لا بالعكس، سيف ناجح جدا، لكن جوه النجاح ده في فشل مخفي اسمه التسويف. في الفيديو ده احنا هنفهم احنا ليه بنأجل رغم ان احنا عارفين ان احنا بنخسر، ايه اللي بيحصل في دماغنا وقت ما بنقرر مش دلوقتي او بعدين، وازاي ممكن نكسر السلسلة اللي ربطتنا بقالها سنين. الفيديو ده مش هقولك قوم وخلاص، لكن هوريلك ازاي تقوم بالفعل وازاي تكمل وازاي تبطل تسيب نفسك للحظة اللي مش بتيجي اصلا.